السلام عليكم يا جماعة، يا رب تكونوا بخير. هخش في الموضوع على طول. في ناس كتير بتسأل ايه احسن نوع بط تربيه او اسرع نوع بط تربيه. هقول لكم على طول من غير ما اطول عليكم. البط يا جماعة، اسرع نوع بط تربوه هو البط البكيني، واكتر حاجة مناعتها قوية هي البط البكيني. بس البط البكيني يا جماعة خدوا بالكم بيبقى نوعين. في نوع جعجاع او شرشيري، ده ما بيشيلش وزن خالص. هو بيكبر هيكل بسرعة كده بس ما بيشيلش وزن، ده ما تجيبوش يا جماعة. اللي تجيبوه هاتوه اللي هو الباكين التاني. هو بيبقى بيطلقوا عليه بقى بيور، ستار، شرفان، اي اسم بيطلقوا عليه. المهم ان هو بيبقى نوع تاني بيشيل وزن. البط ده يا جماعة هو ده اللي تربوه، لان ده اسرع بط بيجي معاكم، يعني على 3 شهور، على شهرين ونص، 3 شهور وتذبحه ان شاء الله، وبيبقى كويس جدا. طيب بس في عيب بسيط، ان هو بياكل كتير شوية، وكمان بيبقى جلده تخين شوية، وده يعني مش بيبقى كويس زي البط البلدي او البط المسكوفي. ده ممكن نتغلب على المشكله ديت بان احنا نطول فتره تربيته شويه، بدل مثلا ما نذبحه على شهرين، شهرين ونص، 3، لا نسيبه كمان اسبوعين كمان. هنلاقي الدهن بتاعه خف خالص، والدهن كمان يعني محتوى اللحم بيزيد شويه. آه نخش في تاني حاجه. احسن حاجه في الطعم يا جماعه البط البلدي، البط البلدي او السوداني. بس ده دورة تربيته كبيرة، ممكن توصل ل5 أو 6 شهور. وكمان البط بتاعه أو النوتي بيبقوا وزنهم مش كبير، بيبقى خفيف خالص. فالأحسن منه إن انت تجيبي مسكوفي، وبيبقى شكله بالظبط بس بيشيل وزن. بس الاتنين برضو دورة تربيتهم كبيرة. طيب، لو انت عايزة حاجة بين الاتنين، يعني عايزة حاجة سريعة، حاجة مناعة قوية، عايزة طعم كويس، قدامك البط اللي قدامك ده بط بغال. البط المولر او البط البغال، هي ده حاجة بقى وسط بين الاتنين. ده ان شاء الله اللي هيديكوا كل حاجة انت عايزاها، سواء كان طعم او سرعة في دورة تربيته، او محتواه من الدهن ما بيكونش عالي جدا، والطعم بيكون كويس. يعني لان هو اصلا بيبقى مهجن بين البط المسكوفي والبط البكيني، فبيديكي مميزات الاتنين مع بعض ان شاء الله. وما شاء الله بيدي وزن اعلى بكتير من النوعين. انا بحاول اقول لكم بسرعه لان كل واحد بيبقى بيدور على المعلومه، عايز يخلص يعني على طول. فلو حابين ان انا اكلمكم على تربيته ازاي او بياكل ايه وكده، اكتبوا لي في التعليقات وانا اقول لكم ان شاء الله في فيديو تاني. بس عشان ما اطولش عليكم، ان احسن نوع تربيه هو البط البغال. اللي قدامنا ده بط، نص بط سوداني ونص بط بغال. الابيض ده اللي انتوا شايفينه ده بط بغال. وكمان يا جماعة عشان تاخدوا بالكم، البط البغال نوعين يا جماعة. البط البغال المستورد، والبط البغال اللي بننتجه هنا في مصر. المستورد يا جماعة بتفرقوه ان هو بيكون عينه حمراء. البغال او المولر بتاعنا العادي اللي في بلادنا بيكون شكله زي ما انتوا شايفين كده، زي البط الابيض، بيكون حاجة كده بين البلدي والبكيني، وما بيكونش عينه حمراء. طبعا آه، طبعا المكان الموثوق هو اللي هيديك بطة كويسة، لازم تجيبيه من مكان موثوق فيه. لو انت عايزة تفرقي بينهم من الشكل، ان شاء الله دوري في الفيديوهات القديمة، هتعرفي تفرقي بينهم بين الشكل وازاي ما تتغشيش فيه. لو مكان انت مش موثوق فيه، يعني مش واثقة فيه، دوري في الفيديوهات القديمة تلاقي ان شاء الله اللي يفيدك.